يلا بينا. ازيكم يا شبابنا، عاملين ايه وايه اخباركم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة اينشتاين في العلوم. شباب وبنات تانية اعدادي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام دايما يا رب ان شاء الله. هنبتدي النهاردة في الحلقة المنتظرة، وهي مقارنة ما بين التفاعلات الطاردة للحرارة والتفاعلات الماصة للحرارة. بس يعني طالما وصلك الفيديو بقى شجعنا كده، وارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش في موضوعنا على طول. وممكن نطول عن 5 دقايق، ماشي؟ يعني مش 5 دقايق بالمزورة، يعني خلاص ممكن ناخد 10 دقايق ربع ساعة بس تطلع من المقارنة دي فاهم الدنيا ماشية ازاي. التفاعلات الطاردة للحرارة، ركز معايا كده، هنقارن بين الاتنين في كذا حاجة. تفاعلات طاردة للحرارة، طاردة بالر، يعني ايه اللي بيحصل في درجة الحرارة؟ ترتفع درجة الحرارة، ترتفع بالر. يعني الكلام ده، يعني مثلا لو انا ابتديت بدرجة حرارة 20 درجة سليزيوس، فدرجة الحرارة تزيد مثلا تبقى 30 درجة سليزيوس. لو فرضت ان دي تي 1 وافترضت ان دي تي 2، فاكيد التي 2 اكبر من التي 1. دي كده درجة الحرارة بترتفع، يبقى التي الكبيرة هي التي 2 لانها زادت. طب تفاعلات ماصة للحرارة، ماصة يبقى تنقص بالصاد درجة الحرارة. طب عملت ايه مثلا تنقص؟ بدأت مثلا ب20 درجة سليزيوس وصلت ل15 درجة سليزيوس. لو افترضت ان دي تي 1 وافترضت ان دي تي 2، هتلاقي هنا بقى ان التي 1 اكبر من التي 2. يبقى كده احنا قارنا بين التفاعلات الطاردة للحرارة والتفاعلات الماصة للحرارة من حيث درجة الحرارة. طب مين اللي هترتفع او هتنقص؟ درجة حرارة الوسط المحيط ودرجة حرارة النظام او المحلول. يعني درجة حرارة النظام والوسط المحيط هنا هترتفع، ودرجة حرارة النظام والوسط المحيط هنا هتنقص. خلاص كده، فما فيش لخبطة، لا تقلق يعني. طيب، يبقى كده التفاعلات الطاردة للحرارة والماصة للحرارة كمقارنة من حيث درجة الحرارة خلصت في ثانية اهو. طب عندنا بقى جزء تاني، الطاقة المخزنة. وركز بقى في الحدوتة اللي جاية دي. يعني ايه الطاقة المخزنة؟ تعال نشوف كده في التفاعلات الطاردة للحرارة. تفاعلات طاردة للحرارة، ايه اللي حصل هنا؟ افترض مثلا ان انا عندي معادلة A زائد B هيدينا C زائد D، وافترضت ان الطاقة المتخزنة جوه المركب A و B مع بعض مثلا 500 كيلو جول. ايه تتوقع ايه هي الطاقة المتخزنة جوه النواتج؟ بص، هو التفاعل ده طرد الحرارة، يعني الحرارة في شوية من ال500 طردوا هربوا، فهنقول مثلا ايه 300 كيلو جول. ما هو اتطرد من ال500 شوية فاتبقى مثلا 300، يبقى اتطرد 200. اتطرد عشان تفاعل طارد. يبقى الطاقة المتخزنة في المتفاعلات دي كده الطاقة المتخزنة متفاعلات، ودي كانت الطاقة المتخزنة في النواتج. خلاص كده، يبقى الطاقة المتخزنة في المخزنة، الطاقة المخزنة، ما قلتش الطاقة الممتصة ولا المنطلقة، قلت المخزنة جوه المتفاعلات أكبر من الطاقة المخزنة جوه النواتج. برافو عليك. طب تعال نشوف بقى في التفاعلات الماصة للحرارة. لو قلت لك نفس الكلام A زائد B هيدينا C زائد D، اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان ديت كانت 500 كيلو جول مثلا، فامتصت شوية طاقة، شوية حرارة، فبدل ما كان متخزن جواه 500 امتصت شوية كمان على ال 500، فبقوا مثلا 700 كيلو جول. دي الطاقة المخزنة في المتفاعلات، ودي الطاقة المخزنة في النواتج، فبقت الطاقة المخزنة في النواتج أكتر من الطاقة المخزنة في المتفاعلات. يبقى أنا كده قارنت
الحاجة التانية التفاعلات الطاردة للحرارة والمصة للحرارة من حيث الطاقة المخزنة في المتفاعلات والنواتج. سهلة اللعبة دي؟ حلو. يبقى احنا كده قارنا من حيث حاجتين، درجة الحرارة والتفاعلات الطاردة درجة الحرارة بترتفع، والتفاعلات الماصة درجة الحرارة بتنقص. حلو قوي. طب من حيث بقى الطاقة المخزنة، المواد المتفاعلة في الطاردة للحرارة كانت مخزنة 500، هرب شوية اتطرد شوية فبقت 300، فأكيد ال 500 في المتفاعلات أكتر من ال 300 في النواتج. مش لازم تحفظ الأرقام دي مثال تقريبي. طب هنا الطاقة في التفاعلات الممتصة للحرارة الممصة للحرارة كان عندي متفاعلات 500 كيلو جول امتصت أكلت شوية طاقة على ال 500 فبقوا 700. ده معناه على فكرة إن هي امتصت 700، امتصت 200 آسف على ال 500 فبقت 700. خلاص كده؟ حلو الكلام. يبقى أنا كده قارنت من حيث حاجتين. تعال نشوف بقى الحاجة الثالثة، الطاقة الممتصة والطاقة المنطلقة. تعال نشوف الحدوتة ماشية ازاي. احنا علشان يبقى في تفاعل كيميائي اصلا ماشي، ركز معايا كده، عشان نقول ان في تفاعل كيميائي، تفاعلات كيميائية اصلا ماشي، سواء كانت طاردة او ماصة. ماشي، ركز كده معايا. التفاعلات الكيميائية لازم يحصل فيها حاجتين، لازم يحصل تكسير روابط، وده بيحصل فين؟ في المتفاعلات. ولازم يحصل تكوين روابط، وده لازم يحصل فين؟ في النواتج. كلام جميل حلو. عشان اكسر روابط، في رابطه اهي انا محتاج اكسرها، محتاج اخلي الرابطه ديت يجي لها طاقه عشان تتكسر. طب مين اللي هيكسر الرابطه دي؟ شويه طاقه جايه، فلازم الرابطه دي تمتص شويه طاقه. خلاص كده، علشان خاطر نقول الايه عشان الرابطه دي تتكسر يبقى لازم هنا تمتص. وعشان اكون روابط لازم يحصل ايه بقى؟ تنطلق شويه طاقه. يبقى هنا لازم تمتص شويه طاقه عشان الرابطه دي تتكسر، وهنا لازم تنطلق شويه طاقه عشان الرابطه دي تتكون. حلو الكلام ده كلام محترم جدا. مستحيل كميه الطاقه الممتصه تبقى قد كميه الطاقه المنطلقه، لا يساوي بعضهم ابدا. فلو كميه الطاقه الممتصه اكتر يبقى التفاعل ده ماص للحراره، لو كميه الطاقه المنطلقه اكتر يبقى التفاعل ده طارد للحراره. تقول يا مستر ثانيه واحده بس، يعني التفاعل الطارد للحراره بيحصل فيه امتصاص وبيحصل فيه انطلاق؟ والتفاعل الماص للحراره بيحصل فيه امتصاص وبيحصل فيه انطلاق؟ بس هي الفكره مين اكتر. فكميه الطاقه الممتصه لو اكتر، عشان اكسر الروابط بتاعه المتفاعلات يبقى التفاعل ده ماص، تمتص يبقى ماص. طب لو كميه الطاقه المنطلقه اللي هربت اكتر يبقى التفاعل ده طارد للحراره. بس كده، حلو الكلام. انا كده يعتبر خلصت مقارنه. تقول له مستر ثانيه واحده، فين الرسم البياني؟ الرسم البياني ده بقى ان شاء الله هعمله في فيديو لوحده، وهيبقى فيه رسمتين بياني لكل نوع، يعني رسمتين بياني للطارد الحراره ورسمتين بياني للماص للحراره، بس عشان الفيديو ما يطولش احنا اتفقنا يعني مش هنزود قوي. فشكرا لكم جدا يا شبابنا على حسن الاستماع، نتمنى تدعمونا باللايك. ايوه يا سيدي، ارزع على اللايك المتين حالا بالا فعلا، فعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وسي يو ليتر يا شبابنا، and goodbye.